طيب هنيجي بقى نعمل مقارنة بين الهيمولايزد سيمبل واللايبيميك سيمبل والالكتريك سيمبل عشان ما نتلخبطش، تبقى قدامنا ونبقى عارفينها وما نتلخبطش بينهم تاني. قلنا الهيموليسيس او الهيمولايزد سيمبل دي الار بي سي بتاعتي بتحصل لها رابشر او بتنفجر نتيجة شوية مشاكل هنتكلم عنهم، وبتطلع كل المحتويات اللي جواها في السيرم او البلازما بتاعتي. طيب خليك معايا كده، سيبك من الكلام المكتوب عشان افهمك ليه بقى بيحصل كده. يعني في الهيمولايز ده ايه الاسباب وازاي اتفاداها. انت جيت تسحب للشخص اللي قدامك، لقيت الوريد بتاعك مدفون، فانت قعدت تحفر بين الوريد لحد ما سحبت العينه. السن بتاعك ده ممكن يحصل ان هو يكسر الخلايا وانت مش شايف، فسحبت العينه وجيت تحطها في الانبوبه وتفصلها، لقيت منظر السيرم بالشكل ده نتيجه اللي حصل صعوبه في عمليه السحب بتاعتك. تاني حاجه، انت بتسحب بسن صغير قوي، فالسن الصغير قوي ده البلاد هو داخل جواه خلايا الدم الحمراء ضعيفه، فممكن تفرقع وانت بتسحب السرنجه. تاني حاجه، في ناس وهي بتسحب تدخل سن في الوريد، وتروح جايه قبل ما الدم يطلع خالص، تروح جايه سحبه السرنجه جامد قوي وتخلي الدم يطلع لوحده. دي اكبر مشكله بتحصل، واغلب العينات الهيموريدج بتحصل بسبب المشكله دي، بسبب الحركه دي، لانك انت بتسحب جامد قوي بتخلي الدم يطلع بضغط عالي قوي، وبالتالي هيؤدي ان يتكون فقاعات هواء جوه العينه. فالفقاعات الهواء دي اللي بتدخل جوه العينه دي هتاثر على العينه وهتكسر خلايا الدم، والضغط العالي ده هيكسر عينات الدم. وبرضه وانت بتيجي تفضي في الانابيب، في ناس تروح جايه ضغطه بالسرنجه جامد في الانبوبه، فانت بتضغط على خلايا الدم الحمراء، فتروح نازله من الابره بتاعتك او السن بتاعك. السن ده ضعيف، يعني السن ده رفيع قوي يعني، فانت بتضغط عليه فالضغط بيبقى عالي، فالخلايا وهي نازله بتتفرقع، فبيؤدي في الاخر ان يحصل هيمولسيس للعينه. خلاص انت فضيت في الانبوبه، فروح جاي بقى رحت مقلب الانبوبه كانك بتقلب ازازه عصير، يعني كانك بتقلب علبه عصير كده. ده طبعا ما ينفعش، احنا اتكلمنا الميكسنج يبقى سلايتلي، يعني حاجه خفيفه خالص، بحيث انك ايه ما تاثرش على جو، او ما تاثرش على الاغشيه بتاعت الخلايا، لان اغشيه الخلايا مهما كانت ضعيفه، فانت بتعمل ميكسنج بالراحه بحيث انك ما تاثرش. واتكلمنا قلنا التورنيكي لو سيبناه مده طويله هيأثر لي على الدم بتاعي، ويعمل هيمو كونسنتريشن وضغط للدم في المكان اللي هسحب منه، فوارد ان يحصل لي ايه، يحصل لي هيموليسيس برضه للدم بتاعي. وقلنا حته الالكحول قبل كده، قلنا لو احنا مثلا جينا عقمنا بالكحول ومفروض احنا هنيجي نسحب، نستنى وليكن دقيقه كده لحد ما الكحول ينشف، وبعد كده نسحب. ليه؟ لان السن بتاعي لو مسك في الالكحول ودخلته جوه الوريد، انا كده في نسبه الكحول بتمسك في الدم بتاعي، وبالتالي هتاثر، لان الكحول اصلا بيأثر على الممبرين الخليه، فيخليها تفرقع. انا في ايدي ان انا اتفادى المشاكل دي، طالما انا في ايدي اتفاداها. يعني في مشاكل انت بتتعلمها، وبالتالي بعد كده ما بتغلطش فيها، لكن دي حاجات انت المفروض تبقى اساسيات عندك عشان تبقى يعني عشان تبقى شاطر، عشان تبقى ايه تطلع نتيجه وانت واثق من نفسك وانت واثق فيها. فاحنا بنتعلمها مع بعض. وقلنا برضو انك النيدل ما تحركهاش كتير وانت بتسحب الدم، عشان ده غلط يعني. يعني انت بتسحب عينة الدم، انت دخلت جوه الوريد، ما تقعدش تحفر جوه، لان التحفير ده بيؤدي في الاخر انك بتكسر الدم بتاعك. واتكلمنا على عملية الفصل، السنترفيوجيشن بتاعتك. لازم تسيب الدم بتاعك في الاخر يتجلط كويس، وبعد كده تروح جاي فاصله، ما تسيبهوش اللي هو ايه التجلط اللي هو بسرعه، ده دقيقه ولا دقيقتين تروح فاصله، لا ده مش صح. تسيبه ياخد يعني كفايته في الفصل، كفايته في التجلط، وبعد كده تروح تفصله. وحاجه بقى مهمه، اللي احنا العينات بتاعتنا نحفظها صح، يعني ما نعرضهاش لدرجات حراره عاليه. يعني ايه؟ او درجات حراره مش مناسبه، يعني الاكستريم تمبريتشر. يعني ايه؟ انا جيت سحبت عينه ورحت داخل عينه دم ورحت حاططها في التلاجة، ورحت اوان بقى انا جاي خلاص انا هشتغل التحليل منها، رحت جاي مطلعها من التلاجة ورحت حاططها في السنترفيوج على طول، من غير حتى ما اسيبها تهدى. حطيتها في السنترفيوج على طول وهي متلجة، يعني وهي ساعة. طبعا انت يعني العينة كانت في درجة حرارة قليلة جدا. جيت انت حاططها في السنترفيوج اللي هو بيلف لك العينات، فدرجة الحرارة بتعلى جامد، فده مرة واحدة كأن الخلايا انت بتضربها، فتروح الخلايا وهي بتلف جامد تروح مفرقعة. الصح ايه؟ الصح ان انا طلعت عينتي من التلاجة، اسيبها تهدى الاول، اسيبها تهدى تاخد درجة حرارة الغرفة بتاعتي، وبعد كده اروح رايح فاصلها، فده مش هيأثر معاك على العينة.
احنا فهمنا وانا كنت منزل لكم برضو اسباب الهيمورسيس، برضو بصوا على الفيديو ده، هتلاقوا برضو فيه الاسباب دي كلها، بس انا حطيتها لكم هنا في معلومات تحت بعض، بحيث ان احنا نبقى عارفين نميز بينهم. تاني وده طبعا الهيمورسيس احنا قلنا اللي احنا نطلب عينات تانية. طب ليه نطلب عينات تانية؟ طب هتقولي طب انا لو اشتغلت بالعينه دي ايه اللي يحصل؟ هقول لك ايه، هقول لك فرضا المريض ده ليه تحليل بوتاسيوم. احنا عارفين ان البوتاسيوم بيبقى موجود بنسبه اعلى داخل الخليه، فانت خلايا الدم الحمراء بتاعتك كلها فرقعت، طلعت لك كل البوتاسيوم بتاعها في البلازما او السيرم بتاعي، جيت انا قسته لقيت المريض دوت عنده بوتاسيوم عالي. البوتاسيوم بتاعه العالي ده اقول خلاص المريض ده عنده مشكله في القلب وخلاص المريض ده بيموت. ده طبعا مش صح، لان العينه بتاعتك هي اللي مش مظبوطه، مش المريض اللي فيه حاجه. فعشان كده انت لازم تطلب عينه تانية في الوقت ده عشان تعرف تميز اللي عنده المشكله. هل المريض فيه مشكله فعلا والمريض عنده مشكله وعنده مرض معين، ولا العينه بتاعتي هي اللي فيها مشكله؟ فعشان كده نتجنب اللي احنا نحط نفسنا في مشاكل ونطلب عينات تانية لو قابلتنا المشكله دي. تاني حاجة لعينة اللايبيميك، قلنا دي عينة بيبقى فيها نسبة دهون عالية، عينة فيها هاي ليبيد كونسنتريشن في البلد. فالأفضل إحنا نخلي المريض ده يصوم مثلا من 12 ل 14 ساعة، ويجي نسحب له التحاليل اللي هو عايزها. طب ليه؟ لأن الدهون أو الليبيد بتاعتك بتعمل انترفيرنس أو تداخل بين حاجات تانية. يعني مثلا جيت تسحب تعمل تحليل معين، فالدهون دي أثرت لك على تحاليل تانية، تداخلت مع عمل تحاليل تانية، تداخلت مع فعل إنزيمات أو تحاليل تانية. فعشان كده انا اتجنب الموضوع ده، اللي انا اخلي المريض يصوم واجي بعد كده اسحب له عينه واشتغل منه التحليل اللي هو عايزه. اخر حاجه بقى، طبعا احنا قلنا اللايبيميك لا، هنخلي المريض يصوم ونيجي نسحب له عينه تانيه. اخر حاجه الاكتريك سيمبل بتاعتي، اللي هي عينه بتبقى لونها ديب يلو، دي بتبقى نتيجه ان الهاي بالروبين كونسنتريشن، وبنقابل او بنشوف اللون ده او الحاله في الحاله دي في الاغلب او في المعظم في حالات النيوبورن، حالات الاطفال اللي لسه مولودين، بيبقى عندهم مشكله في الصفرة عامه بتبقى عاليه، فهي اللي بتعمل اللون ده. فدي طبعا بيعالجوها بطرق معينه، وفي الاخر بتلاقي الطفل اتحسن وبقى كويس. وطبعا البيليروبين ده شرح، يعني عايز له شرح لوحده، هنعرفه بعد كده ان شاء الله. عايز له شرح يعني، وهفهمه لكم يعني ان شاء الله، بحيث تبقى ملم بالموضوع، وهنعرف ليه العينه بقت لونها كده، وليه السبب ده، وليه البيلروبين اصلا عالي في الاغلب يعني عند الاطفال لسه مولودين ان شاء الله. بس تبقى فاهم يعني ان دي بتبقى حاله مرضيه يعني، فبتخلي اللون بتاعك يبقى كده في الاول، وبعد كده اللون بيتحسن مع العلاج ان شاء الله. فاحنا قلنا الهيمولايز سيمبل، والهيمولايز سيمبل لازم نطلب له عينات تانية، واللايبيميك نخلي المريض يصوم، بحيث ان احنا نطلع في الاخر ان كفاءة العينة بتاعتي او جودة العينة او الكواليتي بتاع العينة بتاعتي يبقى مظبوط، بحيث ان انا في الاخر قلت لك جملة تبقى عارفها مهمة جدا: الجود سيمبل بتساوي accurate lab result. يعني